السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم لطيفة من قناة شهوات لطيفة وجدية. أتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. ونبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات لهذا المادلين أو هذه الكيكة، نحتاجو 3 البيضات كاملين بحرارة المطبخ، كاس إلا ربع زيت، سكر فاني، نحتاج كذلك كأس إلا ربع سكر سنيدة، والحلاوة كتبقى حسب الذوق. نحتاج كأس يعني نفس الكأس ديال الحليب، 2 خمارات ب 14 غرام ديال الحلوى، ورشة ملح. بالنسبة للدقيق عندي 2 كيسان مملوئين ديال الدقيق وملعقة كبيرة ديال الخل. ودابا نمضوا للطريقة. بالنسبة للطريقة ديال الكيكة، أول مرحلة نخفقوا أو نضربوا البيض مع واحد رشة ديال الملح، كذلك مع السكر فاني وكاس إلا ربع ديال السكر سنيدة. هذه خطوة يعني مهمة في الكيك باش كيجينا خفيف، كيجيش ثقيل. نضربوهم مزيان حتى كنحصلوا على واحد السائل كريمي. بهذا الشكل يعني كيتغير اللون ديالو. كنبقى نضيف الزيت على 2 ديال المرات، وفي نفس الوقت يعني ما كنحيدش من الطراب. يمكن لكم ايضا يعني كديروا بالضرب اليدوي فقط، يعني الضرب الكهربائي كيساعد من ناحية السرعة كيخفق يعني احسن ديال اليد. من بعد غادي نضيف دفعة واحدة كأس ديال الحليب مع الاستمرار في الخفق ديال هذا الخليط. غنضيف ملعقة كبيرة ديال الخل، والخل هو صراحة اللي غادي يجعلها هشيشة بزاف، ما كديرش الرائحة ديالو اللي يخاف منه. بالنسبه للدقيق هنا عندي 2 ديال الكيسان كما ذكرت، غادي نضيف كميه قليله ونضيف منها الخميره ديال الحلوى الاولى. يعني دائما الخميره كنوضعوها على الدقيق باش كتفاعل. نستمر في التحريك يعني ايضا. من بعد غادي نضيف بالتدريج الدقيق حتى كندفعو يعني كنزيدو في مره، يعني في خطره واحده. نضيف باقي ديال الخماره اللي بقيت لي، يعني ما كتاخذ لكم صراحه وقت، يعني دغيا كتوجد. ونستعمل في الطريب ديال هاد الكيكه مزيان. في نفس الوقت يعني المول راني دهناه موجداه، رشه فيه بطبيعه الحال شويه ديال الدقيق. الفران ما كنكونش مسخنينو، يعني ديما الكيكه انا كندخلوه على فران بارد. هنا كنهزو شويه الاناء اللي فيه الكيكه، وكان بهذا الشكل. يعني دائما الصوره كتوضح اكثر. يعني هاد العمليه كتساعدها على الانتفاخ وما تجيش يعني قاصحه من الداخل. صافي هذا مكان. دابا غنزينوها بواحد الحبات هكا بشكل عشوائي ديال الكركاع. الحشو او الكريمه اللي غادي نستعملوها في هذه الكيكه نحتاج نصف لتر حليب، نكهه الكراميل. عندي هنا معالق 3-4 المعالق بهذا الحجم ديال النشا او المايزينا، وكذلك السكر عندي 2 معالق كبار ونصف. كتبقى الكميه دائما حسب الذوق. واللوز اللي قليته وهرمجته اللي توا نحتاجوه في التزيين ديالنا. الكيكه خدات وقتها يعني الكافي ديال الطياب، تقريبا 20 دقيقه كتكون كافيه. طريقه يعني سهله ومعهوده عندي في القناه. سبق لي خدمت بهاد الكريمات. كناخذوا النشا او المايزينا نضيفوه على الحليب كيكون بارد. كنضيفوا له واحد 2 معالق ونصف ديال السكر سنيده. يمكن لكم كما قلت تعوضوا النشا بالكريم باتيسيا او الكريم شونتي، لكم الاختيار. نضيف نكهة الكراميل. ايضا النكهة يمكن لكم يعني تعوضوها بتحكوا حامضة او نكهة اخرى ديال اي فاكهة اخرى.
هذا مكان انا فضلت درت الكراميل كيعطي مذاق زوين وكيعطي حتى اللون. يعني فضلت انني في هذا الكيكه يكون اللون شويه يعني باج، كيجي مع اللون ديال التزيين ديال الكركاع. ولكم الاختيار، يعني كتبقى فقط هذه مجرد افكار وصافي. وضعناها على النار، يعني حتى كنمزجوا المكونات مزيانين، كنوضعوهم عاد على النار مع التحريك المستمر، يعني ما كنحيدوش يدينا على التحريك حتى كيعقد لنا الخليط. بالنسبه للكيكه ديالنا خليوها تبرد، ضروري ان اي كيكه تكون باغي نزينوها خليوها يعني تبرد على خاطرها، باش يعني تعاونكم حتى في الخدمه ديال التقطاع او ديال التزيين. هنا غادي نحاول نقسمها في النصف بطريقه سهله، يعني تاخذوا واحد السكين، ضروري يكون عندكم واحد السكين شويه يكون الحجم ديالو كبير، وتبقاو يعني غاديين في نفس المستوى. تحاولوا تستعنوا تضغطوا على بيديكم واحد شويه على الكيكه الا شفتوها يعني باش ما يعني تفتت لكمش اولا. صافي بهذا الشكل هكا كتبقاو غاديين في نفس المستوى. وايضا طريقه اخرى ديال الخيط اللي حتى هي رائعه، يعني سهله خصوصا للمبتدئات، يمكن لهم يقطعوا اي كيكه بالخيط، خيط عادي كنوضعوه في الوسط وكنخالفوا الدورات ديالو في الاخير. يعني هنا الصوره للاسف ما بانش واضحه مزيان، ولكن الطريقه راها باينه، يعني كتديو الخيوطه بزوج يعني كتعكسوهم صافي كيخرج الخيط بكل سهوله. كتأكدوا 100% انه يعني صافي الطبقه الاولى منفصله على الطبقه الثانيه. وهذا مكان يعني هيا حيدناها، يعني كتبان داكشي كيكون في نفس المستوى. وايضا لاحظوا بالنسبه للكيك كيجي خفيف، كيجي مثقب، ما كيجيش يعني معجن، يعني حتى المعلقه ديال الخل كانت كافيه لهاد النتيجه هذه. هنا يعني الكريمه صافي راه يعني وجدات. دابا غادي نضيفوا لها غير واحد المعلقه صغيره ديال الزبده. ودابا نمر لمرحله التزيين. بالنسبه للكريمه يعني ملاحظه دائما، الا كنتو خدمتوها يعني في وقت قبل بليله قبل او بالصباح، ضروري ما ديروا عليها يعني البلاستيك الغذائي باش ما كديرلكمش ديك القشره اللي كتجي من الفوق. وضروري ما تعاودوا لها شويه تطراب باش صافي كتخفاف بهذا الشكل هكا. غنوضع كميه لا باس بها في الطبقه الاولى مزيان، يعني لا ما كتحتاجش هاد الكيكه اننا نسقيوها حيت اصلا جايه خفيفه وجايه يعني هشيشه، وهاد الكريمه كافيه انها غادي ترطبها. صافي بهذا الشكل هكا كنضيف الكميه اللي بغيت، يعني القدر اللي بغيتو. وهنا اللوز يمكن لكم يعني بلا ما تقليوه، لكن صراحه كيجي مقلي ومهلمش احسن. بهذا الشكل هكا كنكونوا مهمشين مع شويه ديال الكركاع، داكشي كيبقى حسب الاختيار. صافي هذا مكان، وغادي نرجعوا للطبقه الفوقانيه على الكيكه ديالنا ونضعوها تبرد، ونتلاقاو ان شاء الله في الطبق النهائي. وجدات من بعد ما بردات ضفنا لها فقط اضافه خفيفه ديال شويه ديال العسل من الفوق. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك اللي مازال ما اشترك، وجاي من عجبكم الفيديو الى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.